غادرت الحياة بعد أن قتل الجوع والبرد شقيقهم الأصغر ذو 16 سنة بسبب نقص التغذية والبرد الشديد حسب التقرير الطبي لمستشفى ابن سينا بفرندا ولاية تيارت. مأساة حقيقية يعيشها هذا الأب الذي يحيا لتوفير لقمة العيش بين قساوة القدر وقساوة الشتاء الذي حل على أبواب هذا المنزل بقطرات تتساقط على أكتاف ورؤوس فقراء لم تعد صدقات السكان والجيران تكفي لإعالتهم. ما كان حتى حال وليدي، ربي هو اللي يعلم. ما كان له نهدر. المسؤولين تاع الرشاوي، المسؤولين تاع اللي يحبوا الشكاره يدوها محظورين. ما كاش الحق في بلادنا، والقليل راح مسكين صواليف حار عليه خلاص. يانا مرضك قلب دارها معمر بزاف علينا، رانا من كلش. شوف الراجل ماشي ما يخدمش 14 سنه من اللي يروح ليه ما يخدمش، ما كاش الخدمه وين يحط الدوسي ما يردولوش خويا، والله ما يردولو. قاعد لك نهار يحمل كاين ونهار ما كانش ما ناكلوش. كلش غالي. باه راني نطلب نصيب كاش دفينه ولا كاش عرس نروح نجيب، ولا كاش صلاه على العرس نروح نجيب العشاء ونجي لولادي ونجي. انا نقول حاجه واحده ونروح، انا نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.